مع نسمات الصباح ونشيد الوطن وعطاء كوادرنا الرياضية، أشرقت نور الإبداع والتفوق لترسم صورة التميز الكشفي الواسطي بأنامل من ذهب. كشافة واسط، كشافة الأحلام والتجدد، تلوح الأفق نحو العلا وتتخطى الصعاب لتنال المنى، لتحقق الإنجاز المبتغى بأشبالها المستعد وأفق زهراتها الواسع، بجهد الكشاف الحريص وجمال المرشدات الرائعة، بعطاء المتقدم وإبداع المتقدمة، بشموخ قاداتها الأشاوس محاربين الصحراء ملبين النداء، الذين ربطوا الليل بالنهار وتحملوا معاناة الأزمات ليقفوا كنخيل العراق شامخين من أجل الحفاظ على ثمرة الامتياز. هذا الحصول على هذه المرتبة اللي لم تأتي إلا بعد جهود وتعب ومشقة، وتحملت ما تحملت فيها. لذلك هذا احنا فخورين كمديرية عامة بكامل أقسامها ومفاصلها أن اليوم اسم محافظة واسط يحصل على درجة الإمتياز في النشاط الكشفي، وهذا ما أجى العمل إلا بجهود وهمة الأخوة العاملين في كشافة ودعم القسم لهم ودعم بقية أفراد المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة عيد الأخوة الكشفية العربية المصادف 22/3 من كل عام، أسماء آيات التهاني والتبريكات لجميع الأخوة والأخوات قادة وقائدات الحركة الكشفية في محافظة واسط، وإلى جميع منسوبي الحركة الكشفية من المراحل الكشفية المختلفة. ولا أشعر بهذه المناسبة إلا أنه نهني حقيقة ونبارك، وإن شاء الله يا رب تعود كل سنة وكل عام على جميع منتسبي الحركة الكشفية بالخير والأفراح والمسرات، وعلى عراقنا العظيم بكل خير إن شاء الله. مناسبة يوم الأخوة الكشفية العربية لا يسعنا إلا أن نقدم التهنئة والتبريكات إلى جميع القادة والرواد الكشفيين والعاملين في الشعب التربية الكشفية، وإلى السيد مدير التربية الكشفية في وزارة التربية، المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي الأستاذ محمد عبودي والأستاذ كريم حنون والكوادر التالية، وكذلك الشكر والتهنئة إلى كادر شعب التربية الكشفية في محافظة واسط المتمثلة بالقائد الكشفي المبدع سيف البدري وكادره الرائع والمميز، ونهنيهم على الأنشطة التي قاموا بها خلال هذه الأعوام، كما نقدم التهنئة لهم بمناسبة حصولهم على التميز. بمناسبة يوم الأخوة العربية الكشفية لا يسعني إلا أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى السادة رواد الحركة الكشفية وإلى مجلس كشافة العراق، جمعية الكشافة العراقية، القادة والقائدات الأفاضل. كما أبارك وأهني أخوتي قادة وقائدات كشافة تربية واسط بهذه المناسبة. إن شاء الله سنكون خير عون لإنجاح الحركة الكشفية في محافظتنا والحفاظ على المراكز المتقدمة ودرجة الامتياز في التقييم الوزاري الكشفي للمديريات العامة. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله يبقى شعارنا الواحد للكل والكل الواحد. أهنئ وأبارك العالم العربي بيوم الأخوة الكشفية العربية عامة، وخاصة قادة كشافة العراق، قادة وقائدات كشافة العراق، متمنين لهم عاما مليئا بالإبداع والتميز. إني الزهرة نرجس صادق من مدرسة الزوراء الصديقة للطفل. أهنيكم بيوم عيد الأخوة للقادات الكشفية والقادة الكشفية في محافظة واسط.